تخيلوا معايا خوتي تدخلوا لشي مدينه مغربيه تلقاوها مبدله 180 درجه، طرقات جديده، محطات ديال القطارات حديثه، فنادق فخمه وملاعب بحال اللي كنشوفوهم في اوروبا. المغرب اليوم كيدير واحد الثوره صامته باش يكون واجد ينظم كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. السؤال الكبير، اش واقع في البلاد بالضبط وكيفاش هذه التحضيرات غادي تبدل وجه المغرب؟ اليوم غادي نعيشوا مع بعض رحله الانجازات الكبيره ديال المغرب، من اول الاستعدادات وحتى الاحتضان كاس افريقيا وكاس العالم. رحله فيها الفخر، التحدي والاصرار باش نبينوا للعالم قوه وطموح المغرب في عالم الكره. اول حاجه بدات بها الدوله هي الملاعب. ملعب الدار البيضاء الكبير، طاقه استيعابيه ضخمه غادي يهز اكثر من 100 الف متفرج، تصميم معماري عصري فيه مزيج بين الحضاره المغربيه والحداثه العالميه، تجهيزات وتقنيه عاليه، شاشات كبيره، نظام صوتي متطور وإضاءة احترافية. ملعب طنجة ومراكش وأكادير غادي يديروا فيهم تحديثات شاملة باش يكونوا مطابقين معايير الفيفا. المدرجات والفضاءات الخاصة بالمشجعين، مناطق الإعلام، غرف تبديل الملابس غادي تجهز بالمزيان. الملاعب ديال فاس والرباط غادي تكون ملاعب متعددة الوظائف، رياضة وحفلات ومهرجانات ثقافية. النظام ديال العشب غادي يكون طبيعي وصناعي عالي الجودة باش يحافظ على سلامة اللاعبين، وأنظمة ليد حديثة باش المباريات تقدر تتصور وتبث في الشاشة عالميا بواحد الوضوح كامل. كاميرات المراقبة، مخارج طوارئ، وكاين حتى تجهيزات حديثة للصحافة والإعلاميين من كل أنحاء العالم. مواقف سيارات كبيرة، مناطق للضيافة، محلات ومطاعم داخل الملاعب، صالات تدريبية للمنتخب المغربي والفئات الصغرى، وحدات طبية مجهزة لتقديم الإسعافات الفورية خلال المباريات. اللاعبين غادي يتدربوا في ظروف احترافية عالمية، وحتى البطولة الوطنية غادي تتحسن حيث الأندية الكبيرة غادي تستخدم هذه الملاعب للتدريب والمباريات. تنظيم المباريات الدولية الكبرى غادي يرفع المكان ديال المغرب عالميا في عالم كرة القدم. المغرب اليوم كيبني الملاعب، وغدا إن شاء الله غادي يبني تاريخ كروي ما يتنساش. المغرب غادي يمدد الخط ديال القطار فائق السرعة TGV من طنجة حتى لمراكش ومن تما لأكادير باش يربط الشمال بالجنوب بسرعة قياسية. طرق السيارة جدد داروا فيها توسعات كبيرة باش توصل حتى الأقاليم اللي ما كانوش واصلين بالشبكة الطرقية. المطارات حتى هما، مطار محمد الخامس في كازا كيتجدد، مطار مراكش كيتوسع، وأكادير وطنجة كيتجهزوا بأحدث التكنولوجيا. الجماهير ماشي غير غادي يتفرجوا، لا، خاصهم ينعسوا وياكلوا ويتسارعوا ويفوجوا. هادشي علاش الفنادق كتبنى منها وحدات جديدة، وحتى القدام كيتم التوسيع ديالهم. المطاعم والمراكز التجارية كتهيئ وكتوجد مزيان باش تستقبل الملايين ديال الزوار. الرباط، كازا، طنجة، مراكش كيتزينوا باش يبان الوجه الحضاري ديال المغرب. هاد الاستثمارات ماشي غير على حساب المونديال، المواطن المغربي العادي حتى هو غادي يستافد. مثلا طرق جديدة، نقل اسرع، خدمات بجودة عالية. السياحة غادي تزدهر حتى من بعد نهاية البطولات. الاقتصاد غادي يربح فرص استثمارية عالمية. المغرب اليوم كيبني المستقبل، كل طريق كتصلح، كل ملعب كيتبنى، كل فندق كيتجدد، كل شيء جزء من الحلم الكبير. بلادنا كتقول للعالم انا حاضرة وانا قادرة. وهنا كيبقى السؤال ليك انت كمغربي، واش مستعد تشوف بلادك وسط اقوى دول العالم وراسك مرفوع وسط هاد المشاريع الكبرى اللي كيجهز لها المغرب؟ الملاعب عالميه، طرق جديده، كاين واحد الجانب حساس بزاف، احياء وعمارات قديمه خاصها تهدم باش يتفتح المجال لهذا التطور. اللي ساكنين فيها ماشي غير مستفيدين ولا متضررين، هادو راهم مواطنين عندهم ذكريات وعمر كامل في الوسط ديال هاد الديور، من الطفوله ديالهم واللعب في الازقه والشوارع والجيران اللي ولاو بحال العائله. في نهار واحد كيتقال لهم خصكم تخرجوا وتخويو. صحيح القرار صعيب وصعيب بزاف، الدوله ماشي باغيه تظلمهم ولكن كتوعدهم باش تعطيهم تعويض مالي وحتى سكن بديل في مناطق منظمه، بطرق مزيانه ومدارس وحدائق وحتى فرص ديال العمل تكون قريبه. الفكره ماشي انها تمحي الماضي ولكن تفتح باب جديد للحياه افضل. واش كاين الالم؟ اكيد وكاين بزاف. واش ساهل تخلي الدار اللي تربيتي وكبرتي فيها؟ مستحيل. ولكن واش ممكن هاد التضحيه تجيب مستقبل احسن؟ الجواب اكيد نعم. تخيل دابا معايا وانت غادي في الطريق اللي كانت عامره بالحفاري ولات جديده وواسعه. تخيل الحومه اللي كنتي كتسكن فيها ولات منوره ومزينه. تخيل تلقى خدمه في واحد المشروع اللي عمرك ما كنتي كتحلم به. ايوا هادشي كامل غادي يوقع في المغرب اليوم ان شاء الله. السؤال دابا، كيفاش المغربي العادي غادي يستافد من هذا التغيير الكبير؟ الالاف المغاربه اليوم خدامين في بناء الطرق والفنادق والملاعب. بزاف ديال الشباب لقاو فرص عمل في شركات الامن والاعلام والسياحه،
وحتى الحرفيين الصغار ولاو كيستافدوا، بحال اللي كيخدموا في الديكور والمطاعم والنقل. طرق جديده تزادت، ترامواي غادي يولي في المدن وغيتم توسيع شبكه الحافلات. المواطن غادي يولي يتنقل بسهوله، وبزاف ديال المناطق اللي كانت مهمشه غادي تبدا تشوف الاصلاحات بحال الضوء والحدائق وملاعب القرب ديال الاطفال. مستشفيات ومراكز صحيه كتطور حيت خاصها تواكب هذا التدفق الكبير ديال الزوار، وهذا الشيء اللي كنتمناه يتحقق في اقرب وقت باذن الله. المغربي اليوم كيحس براسو جزء من مشروع عالمي، ملي كيخرج كيشوف الرايد بلادو في المدن واللافتات ديال كاس افريقيا وكاس العالم، كيتحرك فيه الاحساس ديال الانتماء. وحتى التجار الصغار كيتسناو الموسم ديال المونديال باش يخدموا مزيان. السياحه الداخليه كتحرك حيت حتى المغاربه بغاو يكتشفوا المدن الجديده اللي ولات متطوره. كل طريق كيتصلح، كل حومه كتبدل، كل شاب كيخدم هو جزء من الصوره الكبيره. وهنا كيجي السؤال للمشاهد، واش حاس بالتغيير في مدينتك؟ واش كتشوف راسك حتى انت طرف من هذا الانجاز الوطني الكبير؟ من بعد ما سمعنا هذا الشيء كامل كيجي في بالنا واحد السؤال كبير، علاش ما نهتموش بنفس القوه بقطاعات اخرى؟ بغينا المستشفى مثلا يكون مجهز بحال الملعب ولا اكثر، بغينا القسم يكون منظم بحال اي مركز رياضي. المواطن المغربي كيستاهل اكثر من هذا الشيء. الصحه والتعليم هما الاساس، بلا صحة ما كاينش حياة كريمة، وبلا تعليم ما كاينش مستقبل. الرياضة بصح كتفرحنا، وحتى التعليم كيصنع لينا أجيال واعية، والصحة كتحافظ لينا على ولادنا وعائلاتنا. المغاربة بغاو يفرحوا حتى في القطاعات الحيوية. نفس الهمة اللي بنات الملاعب خاصها تبني المستشفيات، نفس العزيمة اللي دعمت المنتخب خاصها تدعم التعليم. هذه هي المعركة الحقيقية، وهذا الشيء اللي غادي يكون مهنا قدام إن شاء الله. راه المواطن هو البطولة الحقيقية. الدولة ديالنا خاصها تزيد مازال تهتم بالصحة والتعليم بنفس القوة اللي اهتمت بالرياضة، لأن التوازن هو اللي غادي يبني مغرب قوي ومتكامل. الدولة والملك مع الشعب يدا بيد يقدروا يبنيو مغرب قوي ومتكامل، فيها الرياضة وفيه الصحة وفيه التعليم. وتخيل معايا يا صديقي، المنتخب ديالنا اللي تحدى الكبار ووقف قدام عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية وفاجأ العالم كامل. هو هذا المنتخب المغربي اللي دار التاريخ في مونديال قطر 2022 اليوم عنده مسؤولية جديدة، ماشي غير يحافظ على هذه الصورة ولكن يكتب فصول جديدة ديال المجد. واش الأسود واجدين؟ واش غادي يقدروا يمشيو بعيد في كأس افريقيا وكأس العالم الجايين؟ المنتخب المغربي عامر بلاعبين كبار كيحترفوا في اوروبا، حكيمي، دياز، بونو، مرابط، وكل واحد فيهم عنده تجربة في الأندية العالمية. البطولة المغربية كتولي حتى هي منبع للمواهب، خصوصا مع التطوير ديال البنية التحتية ديال الأندية. الجامعة كتخدم على تكوين جيل جديد من اللاعبين الصغار باش المستقبل ما يوقفش غير على هذا الجيل الحالي. المنتخب المغربي اليوم عنده ايمان باللي يقدر يكون من بين اقوى المنتخبات في العالم. الانجاز ديال قطر عطاهم واحد الثقه كبيره، واللاعبين ولاو كيلعبوا على الفوز ماشي غير على المشاركه. وحتى الجمهور المغربي وراهم، وهو اللي تيشكل اللاعب رقم 12. كاس افريقيا 2025 اللي غادي تنظم في المغرب، الاسود خاصهم يربحوا اللقب فوق ارضهم قدام جمهورهم باش يردوا الاعتبار من بعد الاقصاءات السابقه. من بعد الانتصار الكبير على النيجر 5-0، المنتخب المغربي ضمن التأهل للمونديال قبل الوقت، في إشارة واضحة أن الأسود ما جايينش باش يشاركوا، جايين باش يكتبوا تاريخ جديد. المغاربة كاملين كيتسناو لحظة وحدة يشوفوا المنتخب ديالهم كيرفع كأس إفريقيا في الرباط، ومن بعد يشوفوه في المونديال كيعاود ملحمة قطر. وعلاش لا يوصلوا بعيد؟ الكان قدامنا والمونديال قريب، والحلم غادي يولي حقيقة إن شاء الله. قصة الكرة المغربية ماشي قصة عابرة، هذه حكاية جيل مور جيل، حكاية دموع وإخفاقات وفرحة وإنجازات. من السبعينات المغرب صم اسمه في التاريخ، أول منتخب إفريقي تيوصل للدور الثاني في كأس العالم ديال 1986، والكان ديال 1976 باقي منقوش في ذاكرة كل مغربي. ولكن ما بين الماضي المشرق والحاضر كاين سنوات من الانتظار، جماهير عطشانة للفرحة، بلاد كتسنى اللحظة اللي ترجع فيها الكرة المغربية للقمة. راه ماشي صدفة المنتخب المغربي ولا منتخب عالمي، وراه ماشي حظ أن الأسود وصلوا نصف نهائي كأس العالم. وراه هاد الإنجازات كاملة كاين واحد الراجل مؤمن بالمشروع وكيخدم في واحد الصمت، فوزي القجاح. من نهار جا على رأس الجامعة الملكية لكرة القدم القجاح كان عارف أن النجاح ما كيجيش بوحدو، خاص الانضباط، التكوين ودعم كامل للمنتخب. ومن ثم بدا التغيير الكبير. أول خطوة دارها أنه عطى المنتخب الوطني المكان اللي يستاهل، من دعم للمدربين وتوفير الظروف وتشجيع للاعبين. والنتيجة أسود الأطلس ولات عندهم عقلية جديدة، عقلية ديال الانتصار تحت إشراف القجاع والدعم ديالو لا مشروط.
الصوت المنتخب دار المستحيل. اليوم المغرب كيحضر اقوى نسخه في التاريخ ديال كاس افريقيا، ملاعب في مستوى عالمي، تنظيم استثنائي، وجماهير غتكون لاعب رقم 12. الركراكي واللاعبين عارفين ان التتويج في بلادهم ماشي حلم بل ولا واجب. شفنا كيفاش العالم كامل هضر علينا، كيفاش كل مغربي حس بالفخر وهو كيشوف الرايد بلادو كترفرف في الاعالي. في الاخير المغرب اليوم ماشي غير كيبني ملاعب وطرق، المغرب كيبني واحد الحلم كبير، حلم ديال الوطن واثق من نفسه كيخدم عليه الشعب وكتصهر عليه الحكومه وكيزيدوا يكبروا به ولاد المنتخب الوطني. هذا الصوت اللي كيجمعنا كاملين كيقول كلمه وحده: ديما ديما مغرب. وحتى لهنا كنوصلوا لنهايه هذا الفيديو. شكرا بزاف لكم على وقتكم وعلى المتابعه والدعم ديالكم، راكم نتوما القوه الحقيقيه اللي كتخلي الصوت ديال المغرب يوصل بعيد، وبلا بكم هذا المجهود ما عنده حتى شي معنى. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وخلوا لنا تعليقكم، حيث رايكم هو اللي كيعطينا القوه باش نستمر. وديما ديما مغرب.